معانا في شرح طريقة التسجيل في برنامج Second Life، وهحاول بقدر الإمكان اللي أفضل معاكم في الشرح دوت لحد ما نوصل للمدينة القبطية على البرنامج. الشرح هيكون مجزأ على أكتر من جزء عشان الكل يبقى متابع كل فقرة بوقتها. هنبدأ مع بعض. أول حاجة هنكتب عنوان الموقع وندخل عشان نسجل اكونت جديد. عنوان الموقع اسمه www.secondlife.com. اقوله تاني www.secondlife.com. بالحروف Second Life SECONDLIFE.com. تاني SECONDLIFE.com. بتكتب العنوان وبعد كده بتدوس انتر، فبيدخلك على صفحة الموقع. الصفحة ديت هتلاقي فيه كلمة join now اهي اللي عليها المؤشر. دوس عليها عشان تعمل افاتار خاص بيك، اللي هو الاكونت الخاص بيك يعني. مجرد ما بتدوس على join now بيحولك للصفحة دي تلقائي. الصفحة ديت بتلاقي فيها اكتر من اختيار بحيث تستخدم اللي هو الافاتار الخاص بيك وعلى الشكل اللي انت عايزه. يعني في مثلا ارنب، في الروبوت دوت، في منطاد، في شكل بني ادم عادي سواء ولد او بنت. في اكتر من اختيار. هو لسه لحد دلوقتي مفيش حاجة ظهرت غير الاتنين دول. هي بتاخد وقت على فكرة، لو علقت معاكوا او كده اعملوا ريفرش بس. دي الاشكال كلها قدامنا. تختار شكل معين ليك. بتختار الشكل اللي يريحك. انا هاخد الشكل دوت مثلا دوت. بعد ما بتختار الشكل بتاعك سواء ولد او بنت، افاتار ولد او افاتار بنت، بتروح دايس على choose this avatar. اول ما بتدوس عليها بيحولك للمكان اللي هتكتب فيه اسمك اللي هيبقى ظاهر في البرنامج واللي هتدخل بيه هيبقى اسمك اللي عامة في البرنامج. فاختار الاسم اللي يريحك، وليكن بدون فصلات ولا بدون اي حاجة، كده حتة واحدة وشاكب راكب كده. فكده بيقول لي اللي هو it's available، فاروح دايس next setup. بيحولني لصفحة البيانات. اول حاجة الايميل. الخانة دي الايميل بتكتب فيها الايميل الخاص بيك ويكون ايميل سليم علشان التفعيل. بعد كده بتكتب في الاختيار التاني data of birth تاريخ ميلادك. اختار تاريخ ميلاد، اكتب تاريخ ميلادك. اهم حاجة يكون فوق ال 18 سنة، لاني اقل من ال 18 سنة هتدخل البرنامج لكن مش هتطلع من الجزيرة التعليمية. الباسورد. الخانة التالتة الباسورد، بتكتب باسورد خاص بيك يكون اكتر من 6 ارقام. بعد كده بتختار security questions. بتختار اي سؤال وبتجاوب عليه، بس يستحسن طبعا لو انت عارفهم وكده، عشان لما تيجي مثلا الافاتار بتاعك يقف او حاجة وتنسى الباسورد يعني تقدر ترجعه عن طريق السؤال دوت والاجابة بتاعته. بعد كده بتدوس على create account موجودة تحت يعني. شوف هو بيحط علامة صح على الجنب اهو، كل حاجة صحيحة بتيجي بتحط عليها علامة صح. هو حاليا بيقول ايه activity.
حاليا كمان التسجيل واقف. لو ظهرت لك الرسالة دي اعرف ان التسجيل في البرنامج في الوقت دوت واقف، هيفتحوه فيما بعد. فاحنا ايه، هما بيدوك لو التسجيل سليم يعني وشغال، بيدوك صفحة تانية بيقولك تم التسجيل بنجاح وحمل البرنامج، وبيطلعوا لك كلمة سيف از وبتاع. انت ملناش دعوة بالبرنامج ده خالص، احنا هنطفي البرنامج خالص و هنقفل الصفحة دي وهنروح على جوجل. ده بعد التسجيل وخلاص تمام. بنروح على جوجل، بننزل برنامج اسمه فونكس فيور. بتكتب بالعربي كده في جوجل فونكس فيور وبتدوس بحث جوجل، بيجيب لك اكتر من اختيار. احنا بنختار اول اختيار اللي هو اختيار الموقع بتاع الفونكس دوت. بتروح دايس عليه، بيدخلك على الموقع بتاع البرنامج. شوف معايا، في عندك اكتر من اختيار على اليمين، في كويك داونلود اهي، كويك داونلود، وتحتها في برنامج اسمه فاير ستورم، وينفع تنزله على الويندوز اذا كنت بتستخدم ويندوز، على الماك اذا كان عندك ماك، على لينكس اذا كان عندك نظام لينكس. احنا ملناش دعوه بالبرنامج ده كمان، احنا هننزل الفونكس فور ويندوز. اللي بيستخدم الويندوز بينزل فونكس فور ويندوز، اللي بينزل ماك، اللي عنده ماك بيستخدم فونكس فور ماك، اللي عنده لينكس بيستخدم فونكس فور لينكس. احنا تقريبا اغلبيتنا في مصر بيستخدم الويندوز يعني. فاحنا هندوس على كلمة فونكس فور ويندوز دي وبنحمل البرنامج على طول. بعد التحميل بتسطبوا عادي، وهقول لكم ازاي تسطبوا. اتمنى ان يكون الشرح لحد دلوقتي تمام، وهننزل البرنامج مع بعض واقول لكم ازاي تسطبوه، وهدخل اوريكم الدنيا ماشيه ازاي فيه. شكرا لكم.